اهو شايفين بقى الجمال، الحلوى بتاعتنا السهله الجميله عملناها بحاجه بسيطه جدا، شكلها تحفه وشيك، ولو قدمناها لاي ضيوف جولنا شكلها راقي وتشرفنا قدام الضيوف بتوعنا. وما عملناهاش بحاجات صعبه خالص، مكونات بسيطه جدا وموجوده عندنا في كل بيت. هناخد الحلوى دي بقى مع شاي، مع شاي بلبن، تنفع للفطار، تنفع للعشاء، باي حاجه، اي وقت كده اثناء اليوم الواحد بيبقى عايز اي تحليه. اهي عملناها، ما خدتش معانا وقت خالص ولا اي مكونات. دي حلوى شرب الشاي عملناها النهارده بحاجات بسيطه جدا، اتمنى تكون عجبتكم واتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. والله يا حبايبي لو جربتوها هتعجبكم جدا، ومش هستغنوا عنها خالص كحلوى اساسيه يوميه في بيوتكم، ممكن تعملوها كل يوم من سهولتها ومن جمالها، وكمان انها اقتصاديه ما خدتش معانا حاجه خالص. نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، شويه دقيق، بضايه واحده. وطبعا البطل النهارده او البطله في تزيينها كانت الازازه الحلوه